ب6 معالق دقيق بس هتعملي حاجه حلوه. لو ما عندكيش اي حاجه في البيت ومفلسه ومفيش اي حاجه تتعملي، بشويه دقيق، ب6 معالق دقيق، بحبه ميه، بحبه سكر، وحته السمنه. لو في سمنه بلدي يفضل، يعني مفيش هتمشي بالهولندي عادي. عيرت 6 معالق دقيق وهنزل كده على السمنه وهفضل اقلب فيهم. هنعمل ايه؟ هنعمل سد الحنك. مين يعرفه سد الحنك ده؟ يعني تحفه، يعني بشويه دقيق وحبه ميه وسكر بس. ادي كده هنحمر الدقيق اكننا بنحمر دقيق للبشاميل. هنحمره لحد ما يبقى لونه دخل في الجلد كده. وهو الدقيق بيتحمر معايا هروح جايبه ميه، ممكن نحتاج بس حسب السمك اللي انت عايزاه، واروح جايبه السكر مسكره الميه بتاعتي وهقلبها. اشوف بقى الطعم اللي انا عايزاه، ممكن نحتاج ميه وسكر تاني حسب السمك بتاع الدقيق بتاعنا. اللي عايز يطلعه تقيل شويه يطلعه، اللي عايز يخففه. احنا بنستغل الوقت كده مع بعض ما الدقيق يتحمر. اكله دي محدش عارفها كتير، الناس القديمه بس اللي كانوا بيعملوها لاولادهم هم اللي يعرفوها. تمام كده السكر والميه. عايزاكي بقى وانتي بتحمري الدقيق كده تضغطي خالص عليها عشان يتحمر براحته، يبقى كله لون واحد. ماشي. وكمان احنا هنزود حته سمنه عشان خاطر عايزه يبان فيه السمنه. اللي عنده نوع زيت كويس حط منه، المهم ما يبانش في الطعم. سمنه على زيت عشان خاطر دي سمنه بلدي يعني. ماشي. ادي ادي السمنه ظهرت مع تقليبي مع الدقيق، وده اللي احنا عايزينه. طبعا انا كنت جايبه الكاميرا ناحيتي كده وانا بعمل الميه بالسكر مكانش باين، بس كلامي واضح يعني. بصوا خدوا بالكم لا تتلسوا. بصوا بقى ظهرت شويه كده السمنه مع التقليب. يعني لو الدقيق بتاعك ناشف بتزودي سمنه او نوع زيت كويس. لو عندك سمنه هولندي زودي الهولندي، ما تحطيش زيت معاها. ليه؟ عشان خاطر الطعم يبقى كويس. لكن مش هتفرق الزيت مع السمنه البلدي عشان السمنه البلدي اقوى من الهولندي. بصوا بقى اللون وصل للون ده. بصوا باين ولا لا؟ اللون الجلد الجميل بتاعنا ده. ماشي. عايزه تغمقي كمان غمقي، هو الميه هتفتحها اهو. بصوا بقى الخطوه دي مهمه جدا. انتوا بتشيلوه من على النار كده ليه بقى؟ عشان خاطر او بتقفلي النار، خلينا ينور عشان يبان كويس بعدين نبقى نفتح النار. بتقفلي النار عشان خاطر ده بيتقل معانا على طول. فاحنا وكمان سخن مولع، يعني خدوا بالكم جدا منه. فاحنا هنعمل كده، ننزل كده. خدي بالك. شفت النار؟ شفت البخار بتاعها؟ البخار ده بيحرق الزيت. تنزلي كده اهو. كل ما تديله ميه كل ما هيتقل معاكي. خدي بالك من السخونيه بتاعته
انا هنزل بالميه كلها اصلا. اوعي تفتحي النار طول ما انت بتقلبي، وخدي بالك من الكلكعه بتاعته، عشان كده احنا طفينا النار. بص هو طف هو بص هو تقل لوحده، هو تقل وانا طافيه النار، فما بالك بقى احنا هنفتح النار دلوقتي. وقبل ما هفتح النار هروح اجيب شويه ميه وحبه سكر. ليه؟ عشان انا محتاجاهم، عشان هو هياخد. بصوا 6 معالق دقيق، 6 معالق دقيق بس. بصوا عملوا كميه قد ايه، ولسه هيتقل تاني. اللي عايز يخليه كده يخليه. في ناس بصوا قوامه كريمي على الاخر. هروح بس اجيب شويه ميه واقول لكم خطوه، اخر خطوه كده من عندي دي، يعني اصله ما فيهوش الخطوه الاخيره دي، بس انا هقولها لكم بقى بتديها طعم. طبعا انتوا شايفينها الفانيليا. يلا زودت، حطيت الميه والسكر، خلاص هنزل بيهم تاني كلهم على بعضهم كده واقلبهم كويس بالراحه كده عشان نقلب كويس. بصوا الكميه 6 معالق دقيق يا جماعه، عملت معانا كميه كبيره جدا. بصوا الكميه كبيره ازاي. قولي ما اقول الكميه قولي الكميه بغلط بلحق نفسي. بصوا يعني احنا ممكن كمان نجيب شويه ميه كده كفايه. ده انا كل دوت وانا طافيه النار، انا عايزه بس اخليها تبعبع كده. بصوا كفايه كده وهنفتح النار زي ما انتم شايفين كده. نفضل بقى نقلب بايدينا بالايه، بالمضرب. بصوا ولا في كلكعه ولا في. بصوا بقى خلاص كده انا قربت ايه اطفي. كان في فتافيت كده سكر كده، خدت بقي كده مصمصت بيهم، بقي ميه مصمصت بيهم حبات السكر وحطيت الميه دي، يعني تقريبا معلقتين ميه بره الكاميرا. يعني انا قلت هقول لكم واعرفكم. بصوا ادي كده وصلنا للمرحله الاخيره خالص، اللي انا هعمل كده شويه. الخطوه دي ما كانتش في الوصفه الاساسيه بتاعت زمان بتتحط، كانوا هو ده بس. فانا هعمل كده ونطفي اصلا خلاص. شويه فانيليا دي بقى خطوه من هنشي انا خلاص. كل واحد بيطور في الاكل بتاعه. بس تحطي في الاطباق، تاكليها دافيه، تاكليها ساقعه، تاكليها سخنه كده. سد الحنك يعني ده هيسد حنككم مش محدش يقدر يتكلم. بصوا ال6 معالق، بصوا عملت قد ايه. ادي 6 المعالق الدقيق. نغرف بقى، نغرف. بصوا القوام عامل ازاي. بصوا عايزه اقول لك لو انت زودتيه شويه ميه كمان هيتقل معاكي. بصوا كمان انتي بصي ما بتبنيش الطبق كده للاخر. ليه؟ سد الحنك ده برضو مش عامله زي رز بلبن او المهلبيه تاكلي الطبق مليان، لا تاخديه كده حاجات كده قليله حبايبي، قليله كده.